لو الاجازه كلها زهق وملل ومش بتروح الساحل وقاعد بالنسبه لك جدان في البيت، فانا جاي اديك شويه تبات وحركات وشويه هنتات ممكن تظبط معاك الدنيا خالص. طبعا التعليم مهم وكل حاجه، بس البيرسونال سكيلز دلوقتي بقت اهم بكتير. الانجليش بتاعك لازم يبقى لايف ستايل تمشي عليه زي الاكل والشرب وكل حاجه. اتعلموا دوتش يا شباب. الماني لو انت مهندس او دكتور او بالنسبه لك كاريرك اكاديميك، اللغه الالمانيه هتفرق معاك كتير. لو انت تعمل ماستر او بي اتش دي او بالنسبه لك هتكمل بره تعليم، فانت المانيا على فكره من اعلى الناس اكاديميك على مستوى العالم. الالماني هيفرق معاك كتير برضه لو انت شغال بالنسبه لك في شركه مالتي انترناشونال، لان ده هيسند معاك جنب الانجليش. الانترستس، اهتماماتك لما انت كنت في الدراسه وانت صغير، الكلام ده كله لازم تهتم بيه دلوقتي. في ناس كتير بتحب الكودينج وفي ناس بتحب البروجرامينج، ودوت فيلد اوف انترست مهم جدا. انت لو شاطر في حته الكودينج وحته البروجرامينج، ممكن تشتغل في شركات مالتي انترناشونال بمبالغ رهيبه، وانت بالنسبه لك مش خريج كليه اكاديميك للكلام ده. حاجه تانية شبه الميديا والماركتنج، حاجه شبه الديزايننج، الحاجات دي كلها ممكن تتعلمها عادي جدا على اليوتيوب، ممكن تاخد فيها كورسز. من مجال دراستنا عامه